مصيبة لكل عشاق الشنط الأصلية وخصوصا ديور وأرماني. اقتحمت السلطات الإيطالية مصانع الشركات العالمية أرماني وديور عشان يتفاجئوا إن الحقائب النسائية الفاخرة اللي بيبيعوها على الأقل ب$3000 هي في الحقيقة تكلفة تصنيعها $57 بس، في واحدة من أكبر قضايا النصب اللي اتورطت فيها الشركتين. بتقول التحقيقات إن الشركتين بيدفعوا للعمال أقل من $2 في الساعة، وده مقابل تصنيع أفخر أنواع الحقائب اللي ديور وأرماني بتصنعها وبتبيعها بآلاف الدولارات. وعن صحيفة وول ستريت جورنال إن التحقيقات أكدت إن دار الأزياء الفرنسية ديور بتتلقى رسوم من مصانع الإنتاج بتكلفة $57 للشنطة وبتبيعها بحوالي $2780. أما أرماني فالشركة بتتكلف عليها $270 في حين إنها بتبيعها بحوالي $2000 أمريكي. وإن شركة ديور متورطة في استخدام خامات مغشوشة وتشغيل عمالة من المهاجرين غير الشرعيين مقابل أجور منخفضة جدا حوالي $2 ل$3 في الساعة، وإن العمال بتتعرض للاستغلال من خلال إجبارهم على العمل في فترات إضافية من المساء للفجر، وكمان العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. كمان التحقيقات أثبتت إن الشركتين بيوظفوا عمالة صينية غير شرعية بأجور زهيدة جدا، وكمان بيسكنوهم في أماكن الورش اللي هي غير آدمية إطلاقا. والفكرة هنا من استخدام العمالة الصينية هي استغلال احترافهم وإنهم مهاجرين غير شرعيين فهيقبلوا بأي راتب. كمان استخدام خامات مش مطابقة للمواصفات العالمية اللي بتدعي الشركتين إنهم بيوفروهم في الشنط دي متصنعة بتكلفة وخامات وعمال زي اللي بتتصنع في الصين بالظبط، لكن الفرق إن الشركات دي بتصنع في إيطاليا عشان بس كلمة ميد إن إيطالي تبقى على الشنط، وبكده يزيد سعرها وتبقى زي الأصلية اللي كانوا بيصنعوها قبل كده. أما عن مالك شركة ديور وثروته فهو برنارد أرنو، رجل أعمال وملياردير فرنسي من مواليد سنة 1949، يعني عمره 75 سنة. هو كمان رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH الفرنسية العملاقة، واحدة من أكبر شركات السلع والمنتجات الفاخرة في العالم، واللي بتضم 75 علامة تجارية عالمية تانية. وهو أول رجل أعمال من خارج أمريكا بيتصدر قائمة أغنى أثرياء العالم بثروة تقدر ب$171 مليار عشان يكون أغنى رجل في العالم سنة 2023 بعد إزاحته للملياردير الأمريكي ايلون ماسك من صدارة القائمة. ومالك شركة أرماني فهو جورجيو أرماني، 86 سنة، مصمم عالمي إيطالي ومالك علامة جورجيو أرماني التجارية، واحد من متصدرين قائمة أغنى مصممين الأزياء في إيطاليا بثروة $9.6 مليار.